السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، حلل تقييم الأسبوع الثالث. مش عارف عايز إيه تاني. نفسي أعرف عايز إيه تاني. بنزل لك التقييم قبل ما في مخلوق بينزله أصلا. يعني نفسي أعرف عايز إيه تاني. بحقق لك أحلامك. لو في حاجة محتاجها يعني وأوي أوي أوي يعني اكتب لي في الكومنتات. ماشي، يلا بينا يا مستر كده نبدأ. بسم الله. أدي أول حاجة. بيقول لي يا مستر اكتب في الجدول التالي أوجه التمايز بين كل من الفلسفة والدين. قال لي يا مستر ده كان في مقارنة كبيرة ما بين الفلسفة والدين. قال لي أول حاجة يا مستر موضوع الفلسفة. قال لي يا مستر كانت بتهتم بقضايا الإنسان. قال لي ماشي، ده بالنسبة لموضوع الفلسفة. قال لي موضوع الدين يا مستر حول علاقة الإنسان بربه. قال لي ماشي يا مستر، ماشي. قال لي هنا يا مستر الحقيقة الفلسفية تعتمد على العقل اللي هو المنهج يا مستر. ادي الموضوع تمام، اللي هو المنهج. قال لي هنا يا مستر الإيمان بالعقيدة الإلهية. قال لي ماشي يا مستر. قال لي هنا يا مستر الحقيقة الفلسفية نسبية يا مستر. يعني ايه نسبية؟ اي متغيرة، كل فيلسوف وليه وجهة نظر مختلفة. قال لي هنا يا مستر مطلقة، يعني ثابتة، مصدرها علوي سماوي. قال لي ماشي يا مستر. هنا الهدف إدراك الحقيقة. هدف الدين يا مستر إدراك الحقيقة. قال لي مقارنة بسيطة يا مستر ما بين الفلسفة والدين. هنا بتهتم بقضايا الإنسان المعرفية والجمالية وتهتم بقضايا الإنسان عامة. هنا بتهتم بيه حول علاقة الإنسان بربه. هنا يا مستر الحقيقة الفلسفية حقيقة، هو يعني انت مش عارف كده الكلمة دي واضحة بالنسبة لكم؟ ثانية. لا يخرب بيت يعني ايوه كده تمام. قال لي يا مستر هنا في الدين الايمان بالقدرة الالهية. هنا يا مستر الفلسفة تعتمد على العقل. قال لي ماشي يا مستر. بعد كده دخلنا على الحقيقة الفلسفية النسبية. هنا يا مستر الحقيقة مطلقة. قال لي جميل يا مستر. هنا الهدف إدراك الحقيقة. هنا الهدف برضو إدراك الحقيقة، مشتركين في نفس الهدف أو الغاية. دخلنا بعد كده على سؤال بيقول لي، أنا معرفش إيه هو السؤال فبقرأ معاكم واحدة. تدور قصة فاوست للأديب العالمي جوتا حول سعي البطل وبحثه عن الحقيقة، فترك باب الفلسفة وانتهى إلى أن معنى الحياة يصنع من خلال العمل الإيجابي والإنجاز لصالح المجتمع، وهو ما يتحقق من خلال سعي الإنسان نحو الخير والمنفعة، وهما قيمتان دينيتان وأخلاقيتان، بينما الدين يمنح الطمأنينة للروح من خلال الغفران والخلاصة بالنعمة الإلهية. بعد الرغي ده كله هو عايز إيه؟ قال لي يعد قراءة النص السابق، ناقش مع معلمك العلاقة بين الفلسفة والدين. اقول له يا مستر اكتب له كده اول حاجة ليست هناك صراع بين الفلسفة
والدين. دي أول حاجة. قال لي ماشي يا مستر، حيث أن ليست كل الفلسفات رافضة للدين. قال لي يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني في دي فلسفات، بعض الناس فلاسفة معترفين بالدين وبالإله الواحد وكل الكلام ده. قال لي ماشي يا مستر، حيث أن هدف الفلسفة والدين هو إدراك الحقيقة والسلام عليكم. بس كده، كده أنا أثبتت له إن العلاقة بين الفلسفة والدين عاملة إزاي. قال لي ماشي يا مستر. دخلنا على بعد كده. إيه ده بيقول لي إيه السؤال ده بقى يا مستر؟ بيقول لي صنف في الجدول الحدود التالية حيث الكيف حد موجب وحد سالب. قال لي إيه ده يا مستر؟ ظريف. قال لي يا مستر ده مثبتة، يبقى على طول حد موجب. قال لي مستر لا معقول. قال لي يا مستر ده منفية، يبقى على طول حد سالب. قال لي ماشي يا مستر. بيقول لي غير منتظم يا مستر. غير يا مستر تسلب الحد ولا تسلب القضية. قال لي يا مستر يعني بتخلي الحد سالب. يبقى على طول حد سالب. غير منتظم. قال لي معقول مثبتة تبقى موجب. قال لي غير موجود منفية تبقى سالب. قال لي مجتهد حد مثبت تبقى حد موجب. قال لي ماشي يا مستر. بيقول لي اللغة وعقل الفكر. جميل. ناقش العبارة في ضوء دراستك للعلاقة بين كل من اللغة والمنطق. قال لي اللغة والمنطق. اللغة والمنطق، ربط للغة بالمنطق. اكتب له كده: المنطق هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. قال لي ماشي يا مستر، دي أول حاجة. رقم 2: وأن اللغة والفكر هما وجهان لعملة واحدة، حيث أن اللغة هي الفكر المنطوق، والفكر هو اللغة الغير منطوقة. فيتم التعبير عن التفكير عن طريق اللغة. قال لي مستر انا كده اثبتت له ان انا عيل برنس وفاهم قوي. شرحت له المنطق هو ايه، شرحت له وربطت له بين اللغة والفكر، واديته مثال عليها، وفهمته ازاي ان انا بعبر الفكر عن طريق اللغة. قال لي مش طالب مني حاجة تانية يا مستر، كده عيل برنس من الاخر. قال لي ماشي يا مستر. دخلنا بعد كده. بيقول لي أكد ابن سينا على أن الهدف الأسمى للإنسان سواء من خلال التفلسف أو العبادة هو إدراك المبدأ الواحد الله وتحقيق السعادة. قال لي يا مستر هنا بيتكلم، أنا شايف إن هو بيتكلم التفلسف أو العبادة مشتركين في نفس الحاجة اللي هو الفلسفة والدين. قال لي أنهي حاجة من دول يا مستر اللي مشتركين في نفس الحاجة؟ أقول له يا مستر الغاية أو الهدف أهو، بس كده. قال لي جميل. الفلسفة والدين يتفقان في السعي نحو الحقيقة والمعنى وغاية الوجود الإنساني والأخلاق، دلل على ذلك. قال لي يا مستر بيتكلمني الفلسفة والدين يتفقان في السعي نحو الحقيقة. قال لي يا مستر هدف
الفلسفة والدين هو إدراك الحقيقة. وأجيب له يا مستر أكتب له الهدف الأسمى خلال التفلسف والعادة هو إدراك المبدأ الأول هو تحقيق السعادة، واكتب له الكلمة دي كمان يا مستر، وتحقيق السعادة للإنسان. قال لي مستر انا كده بتاكد وباكد للي قدامي للمدرس اللي هيصحح لي التقييم ده ان انا فاهم 100% ايه هو الفلسفه والدين. قال لي ماشي يا مستر. بيقول لي اللفظ المفرد الذي لا يصلح معناه الواحد لانه يشترك فيه افراد كثيره. قال لي يا مستر افراد كثيره يبقى حد كلي. قال لي ماشي. اللغه هي لباس الفكر والمنطق هو هيكله العظمي. قال لي يا مستر نوع العلاقة بين كل من المنطق واللغة. قال لي يا مستر أنا دلوقتي المنطق بيصحح لي الفكر، تمام، واللغة هي اللي بتعبر عن طريق الفكر. يبقى تقول لي يا مستر علاقة تكامل، وما قلناهاش في الشرح خلي في علمك، واحنا بنشرح الفلسفة والدين والمنطق واللغه بتاع ما شرحناهاش، ما قلناش الكلمه دي علاقه تكامل. قال لي جميل يا مستر، حلو السؤال ده. قال لي يقول ابن حزم ليست الفلسفه شيئا غير اصلاح النفس وهذا نفسه غرض الشريعه. يكشف مما سبق اتفاق الفلسفه مع الدين في ايه؟ دراسه الموضوعات الماديه البحته؟ لا. النظره والاحاديه للامور؟ لا. ولا الفلسفه ولا الدين يعملوا كده. التسليم بالحقائق الجزئيه؟ لا. قال لي يا مستر لو التسليم بالحقائق الجزئيه دي برضو الفلسفه بتعتمد على الكليه، يبقى دي تحقيق السعاده للانسان. قال لي جميل. الفلسفه والدين يتفقان على استخدام المنهج العقلي كاداه ضروريه وقيمه ناقش. قال لي يا مستر مش هدف الفلسفه والدين هو ادراك الحقيقة؟ قول لي جميل. حيث أن يحث الدين على استخدام العقل للإيمان بالله، والفلسفة تعتمد على العقل لحل قضايا الإنسان المعرفية. قال لي جميل يا مستر. اللي بعده يقول كانت لكي يكون للفكر معنى يجب أن يصاغ في قضايا لسانية. قال لي ايه يا مستر قضايا لسانية؟ قال لي ده بيربط يا مستر الفكر باللغة على طول. قال لي جميل يا مستر. معلم مبدع غير قصول صادق صنف الحدود السابقة من حيث الإثبات والنفي، حد موجب ولا حد سالب؟ قال لي يا مستر مثبت يبقى موجب، منفي يبقى سالب. تمام قوي يا مستر. قال لي يا مستر معلم مبدع، تقول لي يا مستر معلم مبدع حد موجب. قال لي أول حاجة. قال لي غير كسول، قال لي غير كسول. قال لي يا مستر في هنا غير يبقى حد منفي يبقى حد سالب. قال لي صادق، صادق. قال لي يا مستر مثبتة يبقى حد موجب. مفيش أبسط من كده والله. قال لي ماشي يا مستر. يتلخص موقف ابن رشد في أن الحقيقة التي نصل إليها بالعقل من قوسين الفلسفة لا يمكن أن تناقض الحقيقة التي جاء بها الوحي اللي هو الدين، لأن مصدرهم هما واحد. يبرهن ذلك على ما بين الفلسفة والدين بين الفلسفة والدين اتفاق في الغاية، تنافر في الموضوع، تناقض في المنهج، تعارض في الحق. قال لي يا مستر اتفاق في الغاية، الاثنين هدفهم واحد هو إدراك الحق. قال لي الذاتية الفلسفية توفر حرية الفكر، بينما يقدم الإيمان اليقين الثابت والطمأنينة الروحية. ناقص ذلك في ضوء فهمك للعلاقة بينهما من حيث الموضوع.
اقول له كده بص بالبساطه ان الفلسفه او ان الفيلسوف يناقش قضايا الانسان، وكل فيلسوف له وجهة نظر، فالحقيقة الفلسفية نسبية. بس كده. لسه هنكمل حتة كمان، بس أنا أقول لك الحتة دي يعني أن الفيلسوف لا يناقش قضايا الإنسان، وكل فيلسوف له وجهة نظر، فالحقيقة النسبية الحقيقة الفلسفية نسبية. يعني إيه نسبية يا مستر؟ يعني متغيرة. قال لي يا مستر بينما الدين مطلق، مصدره علوي سماوي. قال لي ماشي يا مستر. بيجيب لي بعد كده بيقول لي المنطق هو معيار الصحة، واللسان هو وسيلة التعبير. قال لي جميل يا مستر. يدافع القول السابق عن علاقة المنطق. قال لي يا مستر لسان يبقى لغة يا مستر. قال لي ماشي. المتعصب غير مرن لأنه جامد الفكر، استخرج من العبارة السابقة حد يعبر عن وجود صفة وآخر يعبر عن غياب صفة. قال لي يا مستر هنا غير مرن ده حد سالب، هنا يا مستر جامد الفكر ده حد موجب. قال لي هنا يا مستر منفي، هنا يا مستر مثبت. بس كده. حد يعبر عن وجود صفة وغياب صفة. ده آخر واحد. قال لي ماشي يا مستر. يعرف الفارابي الفلسفة بأنها معرفة الخالق تعالى، وأنه المرتب لهذا العالم بحكمته وعدله. نستنبط من القول السابق اتفاق الفلسفة مع الدين في غاية واحدة، وهي تحقيق المنفعة المادية. قال لي مستر لا. البحث في الفن والجماليات. قال لي لا. معرفة حقيقة المادة. قال لي لا. الاستدلال على صانع العالم. قال لي مستر اللي هي إدراك الحقيقة، اللي هو إدراك العالم كله، إدراك من الذي يصنع العالم. يرى الغزالي أن غاية الدين والفلسفة الحقة هي الوصول إلى المعرفة واليقين. استخرج مما سبق علاقة الفلسفة بالدين مدللا بمثال من عندك على تلك العلاقة. قال لي جميل قوي يا مستر. قال لي يتفق الفلسفة والدين، يعني من الآخر كده اتفاق بين الفلسفة والدين، لا يوجد صراع. قال لي جميل يا مستر. قال لي دلل من عندك على تلك بمثال من عندك على ذلك تلك العلاقة. قال لي يا مستر كل مرة بيزنقني في الحتة دي، ما بعرفش اجيب له مثال منين. والله العظيم امثله تافهه وسهله. هقول لك ازاي. هتيجي تقول له هدف الفلسفه ادراك الحقيقه، صح ولا لا؟ وان الفلسفه تعتمد على العقل. جميل لغايه هنا. يقول لي يا مستر انا حافظ الكلام ده لغايه هنا، انا معاك. حيث ان الانسان يستخدم عقله لكي يؤمن بالله والعقيده الالهيه. بس كده. قال لي ماشي يا مستر. بس كده. مش عارف انا قاعد اقول بس كده ليه؟ اللفظان المساواة واللا مساواة اي صفان كحدين. قال لي يا مستر مثبت ومنفي، يبقى على طول موجب وسالب. ماشي. اللفظ صابر يصلح ان يكون حدا كليا او جزئيا، طبق بمثالين من عندك. قال لي جميل يا مستر. قال لي يا مستر صابر ده اسم شخص، وصابر ده اسم شخص، يعني اسم علم، وبرضه صابر دي صفة. اجي اقول لك والله احمد
احمد صابر على الهم. موبايل بيرن. قال لي ماشي يا مستر. قال لي صابر متفوق. قال لي مستر احمد صابر هنا صفة تبقى كلي، حد كلي. قال لي صابر متفوق، صابر هنا اسم علم. قال لي جميل يا مستر، يبقى حد جزئي. بس كده يا مستر، خلاص. اسم العلم لو جه على هيئة صفة يبقى حد كلي، جه على هيئة اسم شخص يبقى حد جزئي. تمام كده يا مستر. كده يا مستر انا خلصت التقييم الثالث في امان. ويا مستر بضمن اعمال السنه، وبشترك معاك في القناه ومتابعك اول باول، ومنزل لك شرح وحل كتير على الفلسفه والمنطق، وكمان ماده علم النفس وعلم الاجتماع. يبقى كده خلصنا التقييم الثالث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.